السلام عليكم متابعينا الكرام، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ هانيين الحمد لله. بدون شك كتسائلوا علاش صورنا لكم اليوم هنا حدا الحمام، حدا النافورة في السونتر فيل حدا الولاية. غنقول لكم علاش. هنا اليوم واحد السيد، واحد المحسن الله يجازيه بخير، اتصل بالناس اللي كيساعدهم، ومن بين هاد الناس كاينه وحده من هاد اللي كتشوفوهم كيقدموا لكم الوجبات كيطيبوا كيهضروا معكم عبر الفيديو ديالهم، باقي ما كتشوفوش تشوفوهمش. قريبا ان شاء الله غتبغوا تشوفوهم وتعرفوهم وتعرفوا على وجوههم ويبانوا لكم وتعرفوهم مزيان وتبغوا تتابعوهم ان شاء الله. المهم، تشوف هذاك السيد، هذاك المحسن الله يجازيه بخير، مره تيعاونهم. لان السيده كانت دارت عندها مصابه بواحد المرض، يعني يحتاج علاج طويل وادويه، يعني شويه الثمن ديالها طالع في شويه، الاثمنه مكلفه شويه، الادويه مكلفه شويه. وهذا السيد الله يجازيه بخير تيعاون الناس اللي مرض بهذه الامراض هذه المزمنه، والامراض اللي تطلب واحد العلاج يعني دقيق وطويل. تعاونهم على الادويه، على شراء الادويه. وهي جات اتصل بها اليوم باش تاخذوا هذاك الشيء. علاش هبطنا حنا اليوم لهنا للسونتر فيل، تيدير معاهم هنا حدا الولايه باش تيعاونهم في سبيل الله. ومن بعد ان شاء الله ملي غادا تولي تبان هذه السيده، غادا تحكي لكم على الظروف، كيفاش يعني شنو، كيفاش تصابت مسكينه بالمرض وكيفاش مرت ديك الظروف حتى يعني وصلت لهاد ليطاب اللي الحمد لله ان ربي وقف معها وتعالجات ومتبع العلاج ديالها دابا و يعني غتحكي لكم جميع الظروف اللي دازت منها ان شاء الله، وغادي تشارك معكم ظروف العمليه وكيفاش صبرات والمراحل كاع اللي دازت منها حتى الحمد لله دابا راه شويه بخير الحمد لله، اللهم لك الحمد. ونتمنوا الشفاء لكل مريض، كل واحد محتاج علاج. نتمنى الله يشوف من حاله ويشافيه ويلطف به وينزل عليه العفو والشفاء من عنده. وكل محتاج الله يسهل عليه والله ييسر ليه طريق الخير ان شاء الله. وظروف صعيبه للاخت اللي مورا مصابه مسكينه ومريضه، وهما بجوج السيدات بجوج اللي تيقدموا لكم الوصفات، اللي كتتابعوهم عبر قناه، مع قناه العائله. بجوجهم ساكنين بظروف صعيبه وداروا عمليات، الحمد لله ربي وقف معهم وتعالجوا ومازال متبعين العلاج. المهم راه ان شاء الله من بعد ملي غادي توليو تشوفوهم وتعرفوهم ويوليو يبانوا ان شاء الله في الفيديوهات، غادي تعرفوهم وغادي يحكيو لكم ويشاركوا معكم جميع هذيك الظروف الصعبه اللي مروا بها. وغادي ان شاء الله تعرفوا كيفاش كانت هذيك المحن اللي دازت عليهم والصبر اللي عطاهم الله سبحانه وتعالى، والايمان ديالهم بالله وبقدر الله اي حاجه كتجي من عند الله مرحبا بها. هي ماشي سهله، ولكن بالصبر والايمان بالله سبحانه وتعالى والثقه في الله سبحانه وتعالى الانسان تيعاونو سيدي ربي وتيتعالج وتيتشافى تيفتح ليه طريق الخير، وتلقى ناس اللي كيعاونوه وكيساعدوه. هو امتحانات كتكون من عند الله سبحانه وتعالى، والانسان تيصبر وتيدير ثقته في الله سبحانه وتعالى، والشفاء الكامل من عند الله سبحانه وتعالى. نتمنى ان شاء الله جميع الناس يكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، ونتمنى الشفاء لكل مريض، ونطلبوا الرحمه والمغفره لهذوك الناس ديال اسفي مساكن اللي توفاو في هذاك الفيضان اللي كان وقع في اسفي. نتمنوا ان شاء الله ربي يغفر لهم ويسكنهم جنات الخلود الى جوار الانبياء، ويرحمهم ويصبر داويهم وينزل لهم الرحمه والمغفره، والله يرحمهم ويرحم سائر موت المسلمين. وما نطولش عليكم اعزائي الكرام، وان شاء الله غادي تشوفوا واحد الوصفه صيبوها لكم، غادي تكون تعجبكم ان شاء الله. والى اللقاء. أعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره احوالكم؟ كي صبحتوا؟ كي دايرين مع هاد الشتيوه؟ الله يدخل علينا بالصحه والسلامه. الله يرحم هاد الناس اللي ماتوا في هاد الفاجعه ديال اسفي. الله يجعل مثواهم الجنه.
وبقاو فينا مساكن. ايوا هذا امر الله، ما عندنا ما نديرو. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكيكه ديال الليمون، كيكه عاديه. المقادير ديالها: كناخذوا 4 البيضات، كاس تاع الليمون معصور، كاس تاع سنيده كل على حسب الحلاوه ديالو، كاس لاروب ديال الزيت، 3 الخمارات، كيس ديال فاني، قبصه تاع الملح، والفورس على حساب هاد المقادير، والزبده والدقيق باش ندهنوا الطاوه تاع كيكه. نبداو على بركه الله. بسم الله. كناخذوا البيض، يعني 4 البيضات، كنضربوهم مزيان. كنضيفوا قبصه تاع الملح، كاس تاع الليمون، كاس تاع سنيده، كاس لاروب ديال الزيت، مع التحراك. كنضيفوا المقادير مع التحراك. كناخذوا فانيلا، نضيفوا الفورس في الاخر. خمارة ما كنديروش دفعه واحده، نديرو بالتدريج. يعني هي رابعه ديال الفورس. المهم كنبقاو نخلطو ونشوفو القوام ديالها كيفاش داير الخليط. كنبقاو نضيفو فيه حتى تجانس. الخليط متجانس. ملي كنكتبو 8 كيتكتب لينا. نتوما غتشوفوا على هاد الطريقه. نضيفو الخمارات في الاخر. كنبداو نخلطو.
درتي كيكه مزيان كتجي خفيفه وكتجي مزيانه. وملي كملنا التخلاط ناخدو شويه ديال الزبده من بعد ما دهنا الطاوه ديالنا ديال الكيكه بالزبده ودرنا لها الدقيق. دابا غادي نخوي الخليط. خاصك الا بغيتي تخوي الخليط خاصك تهزي ايدك الفوق شويه على هذا الشكل. دابا كناخذوا الطاوه ديال الكيكه ديالنا اللي فيها كيكه، كنشعلوا الفرن، كنديروه مهيل بزاف ما يكونش سخون، كنشعلوه وكنديروه مهيل بزاف وكنديروا فيه الطاوه ديال الكيكه ونخليوها طيب على خاطرها. هانتوما معانا وحنا رجعنا لكم مشاهدينا الاعزاء، وهذه هي الكيكه ديالنا بعد ما خرجت من الفران. هانتوما الشكل ديالها، ونتمنىو تنال اعجابكم مشاهدينا الاعزاء. هانتوما مشاهدينا الاعزاء هذه الكيكه ديالنا بعد ما درناها في طبق التقديم. نتمنىو تنال اعجابكم، وعندك تنسونا من ابوني ولايك. الله يجازيكم بخير، وشكرا، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.